اللي حزين منكم على حبيب مات حزنك ده طبيعي لأن الفراق صعب، بس احزن وانت مطمن عليه لأنه رايح عند ربنا. ربنا من صفاته إنه الأول، ولو أمر بشيء من مكارم الأخلاق هيكون هو الأول في فعل هذا الشيء. خلى النبي يأمرنا: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى ربنا هو أول من سيكرم ضيوفه من أمواتنا لما يحلوا عليه ضيوف في القبر، وهو أول منازل الآخرة. فروح له وانت مطمن. انت لو جالك ضيف غلطان في حقك لكنه جالك في بيتك وانت إنسان كريم، هتعامله بأخلاقك مش بأخلاقه، وتعامله باللي انت تستحقه من الإكرام مش اللي هو يستحقه، لأنه في بيتك. فما بالك بربنا اللي قال على نفسه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هيعاملك بصفاته إن شاء الله. اطمن وروح له وانت مطمن.